وعشان نفهم اللعبة لازم نرجع لسنة 1987 لما عالم النفس توري هيجنز كشف في نظريته الشهيرة Self Discrepancy Theory أو نظرية تفاوت الذات إن مفيش أنت واحد بس، إحنا عايشين بثلاث وجوه. الوجه الأول الذات الواقعية، ده أنت الحقيقي بتعبك بظروفك وبإمكانياتك الحالية. الوجه الثاني الذات المثالية، ده السوبرمان اللي بتحلم تكونه، الغني المؤثر اللي بيلف العالم. والوجه الثالث وده اللي بيوجع الذات الواجبة، وده الشخص اللي الناس والمجتمع فرضين عليك تكونه. لازم تنجح بسرعة، لازم تكون فورمة، لازم تكون سابق سنك. زمان كان الفرق بين الوجوه دي بسيط ومحفز، بس النهاردة التكنولوجيا مسكت الوجوه دي وضربتهم في بعض. السوشيال ميديا والاي اي مش بيشوفوا واقعك، هما بيغذوا خيالك وبس. الخوارزميات فهمت ان نقطة ضعفك هي المقارنة، فبدأت تحاصرك بجيش من الذات الواجبة. تلاقي صور ناس في سنك راكبين عربيات فارهة وقصص نجاح سريعة جدا. هنا عقلك بيعمل حاجة غريبة، بيبدأ يصدق ان النجاح ده طبيعي وسهل ومفروض يحصل دلوقتي. النسخة اللي في خيالك بتتشحن دوبامين وكأنك حققت النجاح ده فعلا، لكن انت في الواقع لسه ماسك الموبايل وما اتحركتش خطوة. وهنا بتحصل الصدمة.